دعوة حقيقية ما هي. فأنا لما تحققت حقيقة إني شفت إنه صحيح حقيقي، والله إني ما ودي يبقى منهم أحد، وإني أدعي لهم بالنار، لأنهم سووا كذا يا أخي، سووا بي كذا نهار العيد، قتلوا من عمهم. يا أخي كيف يمثلون فيه كذا؟ كيف تصوره وتمثله؟ وش تمثل الواحد ساحر ما أدري مشعوذ ما أدري دجال وتقول أول شيء هم ما طلعوا من عندي، يعني حايل وصلها مرة وصل حايل صلح أسنانه، حتى يوم يختبر القدرات أنا اللي أوديه وأجيب. مرة وصلت أبوه هذا الكبير، الصغير ما راح من القرية نهاية. حنا كلنا قرية صغير، كل اللي يدخل منا يعرف. أنا لما شفتكم عرفتكم انكم من برا. ما كان لهم إجرام من أول، إجرام ومضاربات مشاكل. عرف الرجال هذا والله ما عمره نجي الشرطة مثل والله الشرطة هذا يعرفون. يا أخي ما لنا كيف من درجة سلم ينقلب. يعني لما شفت الفيلم أنا، هذا فيلم إجرام هذا، يعني اللي يسويه مسوي 20 جريمة. ها يعني مسوي 20 جريمة. كيف يعني؟ هالحقيقة والله العظيم إني أنا جلست 24 ساعة وجه الشغل أشوف إني ما أدري وش أحللها فيه. يعني وش أحلل؟ هل وش يقصدون من وراء؟ هل أنا توظف عسكري؟ وش فيه طيب؟ إذا توظف عسكري، أنا عسكري متقاعد لي 30 سنة، كلنا بالحكومة والحكومة مسؤول، وإحنا كلنا مسلمين، وش فيه طيب؟ مسجد عندهم، حتى المسجد يعني ما هم ملتزمين في درجة إنهم المسجد الدوري اللي يصلي به كرامات ما يصلون به. وش الدور يعني؟ وش القصد؟ يعني أبى أفهم هذه الطريقة مثل من الناس إنها تعالجها. يا أخي هذه طريقة ما هي سليمة، طريقة تحول من اللي مجرم تمثل به وتفجر راسه تدخل عليك. ما شفتوها الحقيقة ذي؟ والله إني أنا أقررها وإنها يا هي سحر مسحورين. لأن حتى أمهم تقول يمكن سحر، أمهم صابها انهيار عصبي، العائلة سباب لها. يعني إحنا جاب لنا كارثة. هذا ولد أخوي، هذا ولدي، هذا ولدي كل يوم عندي، هو ينفعني أكثر المرات ويجيب. مسكين يا الله توظف، قلنا بس توظف بالجيش، وقال بجمع يا عمي قيمة السيارة. قلت أبشروا لأنه بجمع حتى يشتري لك سيارة حتى تروح عليها الدار. آخر شيء يقتله. حتى لما قتله لما شفناه بالغار، حتى احنا عرفنا الغار عندنا هني، احنا اللي رحنا وشفناه وجو العيال، وعيال قلت يا ولد